فيلم سينرز حتى الآن هو أجمد فيلم أنا شفته في 2025. الفيلم متكامل في كل عناصره. النص الأول في رأيي ياخد تقييم 10 من 10 مرتاح، لأن بيقدم الشخصيات بأروع طريقة ممكنة، علاقتهم ببعض، صراع الخير والشر، تقديم مفهوم الحرية. عندنا كمان يا جماعة إسقاطات سياسية، إسقاطات اجتماعية، إسقاطات دينية، وكلها متقدمة بأفضل طريقة ممكنة. وطبعا لازم نتكلم عن نوعية الفيلم الأساسية، الرعب والفامبايرز. وبالمناسبة أحلى حاجة في الفيلم انه ما طلعش فيلم فامباير تجاري بحت، لا ده بالنسبه لي جزء منه علشان يخدم بس الموضوع اللي هو عايز يناقشه. وحتى متقدمه حلوه قوي على فكره. احنا عندنا يا جماعه مشاهد رعب في الفيلم ده طريقه اخراجها جامد جدا ودمويه لابعد درجه، وحرفيا هي مليانه حاجات جديده واختراعات انا حقيقي ما شفتهاش قبل كده، او ممكن اقول انا ما شفتهاش حتى بقالي كتير بالجوده دي. كمان في نهايه النص الاول وبدايه النص الثاني احنا عندنا تسلسل المشهد حفله متاخد وان تيك، وبالنسبه لي اجتهاد الاخراج فيه كان من اروع ما يمكن. واصلا المشهد كده تحس ان انت في جهنم مثلا من كتر الحاجات اللي فيه اللي بتحسسك فعلا بالشر والشيطانيه. برضو من الحاجات اللي انا لازم اتكلم عليها هي ان ايقاع الفيلم متغير، انت عندك دراما، عندك اكشن، عندك مشاهد موسيقيه وغنائيه رائعه، وكمان موسيقى جاز. وبمناسبة ان انا جبت سيرة الموسيقى لازم اتكلم ان لودوين جرونسون اللي بالمناسبة هو برضو اللي الف موسيقى اوبنهايمر وموسيقى تانت في الفيلم ده برضو بيقدم واحدة من اجمد مقطوعاته وعمل فيها شغل حلو قوي. ولكن يمكن من مشاكلي مع الفيلم في النص التاني بالتحديد هي مشاكل في جانب الشر، لانه في رأيي تقديم الشخصيات الشريرة ما كانش افضل حاجة، وكان ممكن يكون ليه بناء درامي اروع كمان ويخليني اتعلق بالجانب ده. وعلى مستوى الاداءات التمثيليه مايكل بي جوردن بيقدم اداء ناضج وقوي، وبكل تاكيد ده احلى دور هو عمله. نفس الكلام برضو للباقي الممثلين كلهم اللي برضو فيهم ناس انا للاسف ما اعرفش اساميهم ولكن كانوا اكتر من رائعين. طبعا الاخراج لراين كوجل الرائع، وكمان عندنا مونتاج رائع وموسيقى واغاني، وكمان المونتاج والمكساج كل ده بالنسبه لي من اجمد ما يمكن. السينماتوجرافي في الفيلم رائعه. فانا علشان كده تقييمي للفيلم واللي هو نوعا ما كان قرب من العلامه الكامله، ولكن عشان مشكلتي مع النص التاني انا تقييمي للفيلم هيكون 9 من 10، ولكن برشحه جدا لاي حد لان هو اقوى فيلم نزل في السنه لغايه دلوقتي.